كنت نقول أن الرئيس ضحية تقارير مغلوطة، كنت نقول أن الرئيس عبد المجيد تبون ضحية تقارير مغلوطة. أقرب المقربين إليه يوصلون التقارير مغلوطة، يكذبوا عليه، يخدعوه، يعملوا في عينيه. إذا كان مدير بروتوكول خزنة أسراره يكذب عليه ويعطوا التقارير مغلوطة ويعمروا على فلان وينترفي على فلان وكذا بالظلم بالحقرة بالترافيق بالتزوير، إذا الرئيس في من يثيق في من يحبس. إذا كان الرئيس ضحية أقرب المقربين إليه، إذا كان الرئيس ضحية أقرب المقربين إليه مدير البروتوكول تاعو خزنة أسراره، لأنه مدير البروتوكول مع الرئيس يدخل مع حتى غرفة النوم تاعو ويرقد، يوصل الرئيس للشوبرة وين يرقد يسكر عليه ويروح يرقد. هذا هو البروتوكول. يعني ظل الرئيس ظلوا خياله يمشي معاه وين يروح معاه. إذا كان أنا اللي يرقد معايا في الشوبرة تاعي يدخلني الشوبرة، كي يشوفني دخلت الشوبرة نرقد يقول لي صباح على خير يروح. وين يروح يدخل معاه، وين يروح يدخل معاه. ظلوا نلقاه بلي يكذب عليا وخدعني وطبعني على راسي، حتى ما بقاش ثقة. معناتها الإمام يروح ينتحر في الجامع عنده الحق، استغفر الله يا ربي، وكان يبداو يفتيو. معناتها الإمام كي ينتحر. نعاود نرجع للرئيس اللي هو ضحية التقارير المغلوطة وضحية الإعلام المزور. قلت أنه السقطة اللي سقطها الرئيس عبد المجيد تبون أول أمس مع الضيف الليبي وقال عليه المخفي هو اسمه المنفي، هذه تضاف إلى عشرات الأخطاء والجرائم والكوارث التي حدثت خلال فترة حكم تبون في قطاع الإعلام. في قطاع الإعلام الجرائم، أقول جرائم، والآن أعطيكم بالأدلة جرائم. وهذا السبب الذي دفعني إلى القول بأن النقطة السوداء في عهدة الرئيس تبون الأولى هي الإعلام. الإعلام هو النقطة السوداء في عهدة الرئيس تبون الأولى. وياسي تبون صحح الخطأ اللي راهو صار عندك كارثة في الإعلام، عندك كارثة في تسيير قطاع الإعلام، السياسة الإعلامية للبلاد كارثة. نرجع لكم واحد القصة صارت العام اللي فات، وهذا السبب اللي يخليني هذا السبب اللي يخليني نعاود نأكد على الموضوع هذا. إذا كان تذكروا قصة صارت العام اللي فات دائما عندها علاقة بالسفير الإماراتي. العام اللي فات خلونا نقراو. الجزائر عزل وزير الاتصال بعد نشر خبر كاذب عن إبعاد سفير الإمارات. هذا وقتاش في 21 جويلية 2023. جويلية 2023 يعني العام اللي فات أعلنت الرئاسة الجزائرية في وقت متأخر كذا كذا كذا، وجاءت إقالة وزير الاتصال بعد حوالي ساعة من بث تلفزيون النهار الخاص خبرا مفاده أن السلطات طلبت من السفير الإماراتي مغادرة البلاد في ظرف 48 ساعة بذريعة ضبط واعتقال 4 رعايا إماراتيين بشبهة تجسس لفائد جهاز الاستخبارات الإسرائيلي تذكروا القصة اللي صارت العام اللي فات 21 جوي 2023. راحت برقية رسمية ومكالمة من وزير الاتصال بوسليماني إلى قناة النهار يطلب منهم نشر الخبر العاجل هذا: يا الجزائر تطرد السفير الإماراتي. شكون اللي خبر الوزير؟ وزير الاتصال من أخبره؟ جاته برقية رسمية من عند رئاسة الجمهورية. شكون في رئاسة الجمهورية؟ مستشار في رئاسة الجمهورية هو اللي اتصل به. شكون هذا المستشار؟ اللي هو النصاب الشاب يعقوب بالحسني اللي تم إلقاء القبض عليه في ألمانيا ودخلوه راهو في الجزائر، راهو في السجن الآن في الحراج. يعقوب بالحسني اللي دار معايا، أنا درت معاه حوار على المباشر وسألته قلت له كيفاش تنشر هذه الأخبار؟ وش قال لي؟ نذكركم مليح. قال لي عندي جماعة في رئاسة الجمهورية هما اللي يعاونوا فيا ويعطوني في كل الأسرار. ويتكلم هذا بالحسني هو في بولونيا، مش بولونيا، في اليونان. كي كان عايش في اليونان
أو في ألمانيا لما هرب، أو في لوكسمبورغ لما كان ما بين لوكسمبورغ وألمانيا وبولونيا كان اليونان كان يتنقل حراق، يستعمل المحول الهاتفي لرئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية عنده جماعة يخلوه يدخل للتليفون تاع رئاسة الجمهورية ويكلم، كلم وزير الاتصال، كلم وزير الأول أيمن عبد الرحمن، كلم وزير الداخلية، كلم جنرالات، كلم ولات، كلم سفراء، كلم قناصلة، كلمهم ومسجل المكالمات تاعهم وراهم عندي تسجيلات بعثهم لي قبل ما يدخل الحبس، وجمع على بالهم. أيمن عبد الرحمن نقول له التسجيل تاعك مع النصاب راهو عندي، ومرات ابراهيم وزير الداخليه يقول له التسجيل تاعك مع النصاب يعقوب الحسني راهو عندي، وسليماني وزير الاتصال السابق التسجيل تاعك راهو عندي، وعدد كبير من ولات ولي فلان ولي تبازا ولي تبسم ولي اضواء ولي بشار ولي التسجيلات تاعهم كلهم واوراقهم كلهم راهم عندي. كانوا يتعاملوا معاه على اساس انه مستشار في رئاسه الجمهوريه وحاجه كبيره. الجنرال بن عتو، الجنرال لا بن براهم، قلت بن عتو كاين درك بن براهم، يسمي روحه الجنرال بن براهم، ويتصل مع وزراء ومع ولات على اساس انه الجنرال بن براهم في رئاسه الجمهوريه. شكون هذا الجنرال بن براهم؟ ما يسعاش. رئاسه الجمهوريه ما فيهاش الجنرال بن براهم، فيها بن عتو، بومدين بن عتو، مستشار مكلف الشؤون الامنيه او العسكريه والامنيه في الرئاسه، المستشار العسكري يعني لرئيس الجمهوريه الجنرال بن عتو معروف. بن براهم هذا ما يسعاش، ما كانش في وزاره الدفاع كاع ما كانش جنرال بن براهم، لا في رئاسه الجمهوريه ولا في وزاره الدفاع. اللي كان يسهل للنصاب ربي يطلق سراحه مسكين، لانه كما يقول لك الناس لعب بهم ويلعبوا به، كان يلعبوا به وكان يلعب به. يعقوب الحسني كان عنده جماعه هم اللي يعطونه في الاخبار، وهم اللي يامروه، وهم اللي يسيروه، وهم اللي يمشوا فيه. شكون هما؟ الله اعلم. الله اعلم ان كنت بحلم. خراو عندكم دركم الحبس، قولوا يعطيكم الجماعه شكون اللي كانوا يمدوا له. خراو عندكم في الحبس، قولوا شكون اللي كان يقول لكم. علاش نقول لكم اسالوه؟ لانه الذي نشر خبر طرد السفير الاماراتي هو حسني، هو يعقوب الحسني. يعقوب الحسني في جويلية 2023 هو الذي طرد السفير الاماراتي. في جويلية او سبتمبر او اوت، وقال في اوت يعني بعد عام 2024 نفس الجهة اللي طبعت يعقوب الحسني باش يطرد السفير الاماراتي طبعت دكار تاع الخبر قالت له اطرد لنا السفير الاماراتي. اقسم بالله العظيم عارفين هاي شو هذا السفير الاماراتي مش حاب يروح حسني، ها روح قاعد زي الناس. طردك في 2020 طردك بالحسني ما حبيش تروح، طردك دكار ما حبيش تروح، واش تعوز؟ سنة برزداري يطردك، انا ما طردكش، انا ما طردكش. اوكي، هناك السنة برزداري نزل بيان يقول السفير الاماراتي غير مرغوب فيه، انا ما نديرهاش. الحمد لله. فهمتوا الفيلم كيفاش؟ جويلية 2023 بالحسني عن طريق رئاسة الجمهورية يؤمر وزير الاتصال يطلب من قناة النهار طرد السفير الإماراتي. بعد كذلك تخبيطة 2024 يعقوب الحسني جديد، لأن يعقوب الحسني وراء بالحبس، لأنه كان يعقوب الحسني مازال في ألمانيا ولا في اليونان نحصلوها فيه. قال شكون يطلب الدكار تاع الخبر؟ قال يعقوب الحسني. تاع يعقوب الحسني ما كانش، إذا شكون؟ يعني كان يعقوب الحسني جديد. هناك يعقوب الحسني جديد هو الذي أمر دكار في الخبر، جريدة الخبر، أنه ينشر المقال الذي يطرد من خلاله السفير الإماراتي. من هو هذا يعقوب الحسني؟ ولماذا يفعل هذه الأفاعيل وهذه الدسائس؟ الله أعلم، الله أعلم. يعقوب الحسني اللي درنا مشكل مع الإمارات ودرنا مشكل مع مدير التلفزيون اللي طردوه
تاع الجامعه العربيه اللي كان درنا خبر عاجل الجامعه العربيه ونحاول ندير التلفزيون وعدنا ودار يدو نفس الشيء اللي دارها. شنو نشوف كاين مشكل ولا اي لانه خرج لي هنا. اوكي قلت اللقطه اللي صارت مع الرئيس تبون لما كان مع ماكرون وزير الخارجيه وضرب له يده وقال هبط يدك، نفس المشكله هذيك اللقطه اللي خلوها تفوت بالرغم من انها مش مباشره، ما قالش مباشره، حتى لو تكون مباشره كاين مخرج اللي ذكي وصحافي ما يفوتهاش، خاصه انها مش مباشره. نفسه يعقوب بالحسن، يعقوب بالحسن حصلوا فيه كلش. ويعقوب بالحسن هو اللي دار لنا مشكل تاع الرئيس تبون مع من؟ مع رئيس موريتانيا، رئيس ليبيا، اللي قال باللي المخفي مش المنفي،